السلام عليكم. خطوات سهلة وبسيطة جدا رح أتعرف معكم على كيف تقوم بإنشاء حساب جديد على الانستغرام بدون الحاجة لرقم هاتف. الموضوع سهل وبسيط جدا. رح تروح تنقر على أيقونة حسابك بهذا المكان لو كنت مسجل في حساب حالي، وبعدها رح تنقر على ثلاث نقاط الموجودة بهذا المكان، وبعدها رح تنزل لآخر الصفحة بهذا الشكل. أما أنك تنقر على تسجيل الخروج من الحساب الحالي، أو أنك تقوم بالنقر على إضافة حساب. أنا رح أنقر هون على إضافة حساب، وبعدها رح أنقر هون على إنشاء حساب جديد. بكل بساطة بيقول لي إيش هو اسم المستخدم لحسابك الجديد. بإمكانك أنك تكتب أي اسم مستخدم، ولكن شرط ما يكون هذا الاسم مستخدم. فلو كتبت مثلا بهذا الشكل راح نلاحظ أنه اسم المستخدم هذا راح يكون مستخدم. راح يقترح علي مجموعة من اليوزرات اللي بإمكاني إني استخدمها. ممكن أنك تحدد واحد من هاي اليوزرات، أو تغير مثلا باليوزر اللي أنت بدك إياه. تختار مثلا هذا اليوزر بهذا الشكل، إن شاء الله يكون متاح. مع الأسف غير متاح، لهيك لا السرعة راح أختار أي يوزر من اليوزرات اللي بقترحها علي وراح أنقر على التالي. الآن بيقول لي اكتب كلمة سر، فبكتب كلمة السر بهذا الشكل، وبعد كتاب كلمة السر بنقر على التالي. مثل ما انكم ملاحظين بيقول لي مرحبا بك في انستغرام. الآن عم بيعطيك هون خيارين: إكمال عملية تسجيل أو إضافة رقم هاتف أو بريد إلكتروني جديد. أنا راح أقول له إكمال عملية التسجيل، ولكن بهيك حالة هو راح يرتبط بحسابي الانستغرام الحالي، يعني راح يكون في حساب تاني ولكن راح يستخدم نفس البيانات الخاصة بالحساب يلي موجود حاليا على حسابي على الانستغرام. فأنا ما بحتاج إني أضيف رقم هاتف جديد أو إني قوم بإضافة بريد إلكتروني جديد. الموضوع أبسط من هيك بكتير. لا مثل ما كنتم ملاحظين راح أنقر على التخطي لكل هاي الأمور لحتى يعني أختصر على حالي الموضوع. راح أنقر على التالي. طبعا بالنسبة للبريد الإلكتروني بإمكانك أنك تضيفه، وبإمكانك أنك تنقر على ليس الآن هون آخر شيء لو ما بدك تضيف بريد إلكتروني. مثل ما كنتم ملاحظين تم إنشاء الحساب، أصبح عندي حساب تاني بدون أي مشاكل. بس هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون الجميع استفاد. هذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.